هاي، أنا ربا من صفحة I cook for my family، واليوم رح أعمل أنا وياكم وصفة نباتية، هي وصفة الرز بلوبيا. مع هالوصفة عادة بنقدم سلطة أو لبن بخيار. أنا اليوم رح أعمل لبن بخيار، ولهالوصفة نحن بحاجة كيلو لوبيا خضراء، بصلتين حجم متوسط، كوب وربع رز حبة صغيرة، 600 ملل مي لطبخ الرز، وملح وزيت زيتون. ولسلطة اللبن بخيار نحن بحاجة لأربع خيارات، 500 ملل لبن زبادي، سن توم، معلقة صغيرة نعناع يابس. أول شي رح فصص اللوبيا، بشيل من فوق ومن تحت، وإذا فيها نسر بشيلهم، وبقطع على قطع بطول 4 سنتيمتر تقريبا. أنا هون اللوبيا عندي مغسلة، فيكن تغسلوها قبل أو بعد ما تفصصوها. باخد البصل وبقشره، وبقطعه لمكعبات صغيرة. بطنجرة على النار بحط زيت زيتون، وبضيف عليهم نص كمية البصل، وبقلبهم لحد ما يبلشوا ياخدوا لون. بضيف عليهم اللوبيا والملح، وبقلبهم مع بعض. بغطيهم وبخفف النار تحتهم، وبتركهم لمدة 5 دقايق، ولما يخلص الوقت برفع الغطاء وبضيف عليهم مي. برجع بغطيهم وبتركهم ليستووا تقريبا 25 دقيقة. بهالوقت رح بلش جهز الرز. بوعاء بحط كوب وربع من الرز وبغسله كذا مرة لتصير مية الغسيل شفافة. وبتركه منقوع بالمي لبين ما تستوي اللوبيا. بطنجرة تانية بحط زيت زيتون، وبضيف عليها نص كمية البصل الفاضلة، وبقلبهم لحديد ما يصير لونهم بني. وبزيد عليهم مي وبملحهم، وبتركهم يغلوا تقريبا شي 3 دقايق. بضيف فوقهم الرز المنقوع واللوبيا، وبقلبهم لينخلطوا منيح. ولما يبلشوا يغلوا بغطي الطنجرة وبخفف النار تحتها وبتركهم ليستووا. وهلا خلينا نعمل لبن بخيار. حجيب الخيار وقطعه لمكعبات صغيرة، وعلى اللبن الزبادي بنضيف الخيار، وحأهرس الثوم وضيفه فوقهم، وبملحهم، وبحط لهم النعناع اليابس، وبخلطهم مع بعض، وبفضيهم بوعاء التقديم، وبرش عليهم رشة نعناع يابس للتزيين. وبهالوقت الرز باللوبيا بيكون استوى. بفتح الغطاء وبقلبه بشوكة، وهلأ صار جاهز للتقديم. أكلة سهلة خفيفة وطيبة كتير، بتمنى منكم تجربوها، وألف صحة وهنا.